وجود أمني كثيف وحالة من الترقب والحذر مع بزوغ شمس يوم جديد أعقب ليلة شابتها اشتباكات عنيفة بين عدد من المسلمين السلفيين في مصر والأقباط. هنا في حي إمبابة، أحد الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بالقاهرة الكبرى، بدت الأوضاع حاليا تحت سيطرة رجال الأمن، إلا أن الكثير من الأسئلة تطرح حول تداعيات هذا الحادث الأخير وإمكانية تكراره. فالنيران التي التهمت أجزاء من كنيسة مرمينا بعد أن حاصرها المئات من السلفيين أشعلت معها الكثير من المخاوف بشأن عمق الاحتقان الطائفي في مصر. بضع قتلى وعشرات الجرحى ودوي رصاص خلال الاشتباكات التي اندلعت بفعل هذا الحصار. السلفيون من جانبهم قالوا إنهم كانوا يريدون إعادة فتاة مسيحية أعلنت إسلامها وتحتجزها الكنيسة، عبارة تكررت في مصر خلال الآونة الأخيرة وتكررت معها حوادث العنف الطائفي. أما الكنيسة فتنفي احتجاز أي شخص وتنظر لمثل هذه التحركات في إطار ما يشكو منه الأقباط في مصر، ألا وهو تعرضهم للاضطهاد. وكانت الكاتدرائية الرئيسية في حي العباسية شرقي القاهرة شهدت قبل أيام قليلة وقفة تطالب بمعرفة مصير كاميليا شحاتة، وربما كانت كاميليا هي الاسم الأبرز في قضية المسيحيات المعتنقات للإسلام، إذ يزعم البعض أن الكنيسة تحتجزها أيضا رغم إرادتها، إلا أن كاميليا ظهرت في وقت سابق على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية المسيحية لتنفي اعتناقها للإسلام. وحتى الآن يبقى ملف التوتر الطائفي في مصر مفتوحا لتكثر بشأنه التكهنات والاستفسارات. سالي نبيل، BBC.